السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة. وحشتوني. النهارده الفيديو المنتظر بتاع المشروبات. انا يا جماعة لقيت كمية مشروبات غريبة، وده في حاجات كمان انا ما عرفتش اجيبها. يعني في حاجات انا قعدت الف عليها وما ما عرفتش اجيبها، بس يعني على قد ما اقدر. اعتقد ان الفيديو ده هقسمه على جزئين، لان كمية الحاجات اللي لقيتها الغريبة اللي احنا مش متعودين عليها كانت يعني انا ما كنتش متخيلها صراحة يعني. فنبتدي في السريع بقى. طيب، هنبتدي اول حاجة بالمشروبات الكيوتة ديت. يعني نبتدي بقى بديت الاول. اوكي، المشروب الكيوت ده صودا بالموز. عمركم سمعتوا صودا بالموز؟ حاجة ساقعة كزوزة بالموز. فهنجرب. بسم الله. نعمل بق صغنون كده عشان انا النهارده حاسه ان انا هبقى عامله زي القربة من كتر الحاجات اللي موجوده. لونه عامل زي البرتقال، بس ريحته موز. طعمه دوا. يا لا، وحش قوي، طعمه دوا. ويعني ريحه الاناناس جايه من ريحه الموز. انا مصممه على الاناناس ليه؟ هو في اناناس، بس ريحه الموز جايه من بعيد قوي. بس هو فعلا عامل زي طعم الادويه الكحه والحاجات اللي احنا كنا بناخدها واحنا صغيرين. لا ما اعتقدش ان انا ممكن اجيبه تاني. هنجرب بقى ده ايه. ده المره دي بالكمثرى، صودا بالكمثرى. البتاع الصغير ده هو الصودا بتاعته ضعيفه قوي، مش زي الصودا بتاعت مصر. ناخد حبه صغننين كده، ندوق، نقفلها كويس وندوق. بسم الله. مش حلوه ابدا الصودا بتاعتها. عارفين لما بتفتحوا الازازه بتاعت الحاجه الساقعه وتسيبوها فتره طويله، فالصودا تبقى يا دوبك تبقى عامله زي الميه بسكر كده اهوت، وفيها شويه ستيم كده اهوت، او صودا على الماشي. هي طعمها كده، وبرده الطعم فيها خفيف جدا. لا مش حلوه. الصغيرين دولت انا عمري ما هجربهم تاني. طيب، دي بقى ايه؟ ديت اسمها كريم صودا. يعني ايه كريم صودا؟ انا مش عارفه، هل هي بطعم الكريم ولا بطعم ايه؟ انا مش عارفه، فهجرب معاكم لاول مره برضو. وناخد كوبايه تانية. ايوه، حطيت طقم كوبايات قصادي. ريحتها غريبه، هي شفافه، لونها شفاف، ملهاش اي لون خالص. بسم الله. هي طعمها زي ايه يا ربي؟ كريمه، مش عارفه يعني. هي مش طعم كريمه، لكن طعمها غريب قوي. الصغيرين دولت وحشين قوي صراحه، انا مش هجربهم تاني يعني. وندخل على اللي بعده. دي اسمها كولا شامبانيا. دي ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش كحول، مش ما فيهاش كحوليات. انا اتاكدت من كل المشروبات وكل الحاجات اللي انا هشربها، بصيت في المكونات بتاعتها علشان اتاكد ان ما فيهاش اي حاجه
فيها خمره او كحول. ديت عباره عن يعني هي اعتقد ان هي بتبقى موجوده في المكسيك، وديت بتبقى مكونه المفروض من فانيليا واعشاب، زي مثلا اعشاب اسمها سرسابيلا. لو حد يعرف السرسابيلا ديت ايه يبقى يقول لي عليها. هنجرب. اتمنى الحاجه بتاعت المكسيك تبقى اقوى شويه من الحاجه بتاعتهم هنا هوت، لان الموضوع بجد صعب قوي. هي اولا مبدئيا لونها حلو. طيب ريحتها فيها فراوله. طيب هي ما فيهاش طعم كولا خالص، هي اسمها كولا بس ما فيهاش طعم كولا خالص. هي فيها فراوله. انا اللي حاساه فراوله، ما اعرفش هل عشان خاطر اللون اداني الاحساس ده، لا بس هي طعمها فراوله، عامله زي قريبه جدا من ال الحاجه الساقعه الفراوله بتاعت مصر، بس دي معقوله يعني، دي تتشرب حلوه. الصودا بتاعتها برضو خفيف. انا مش فاهمه ايه حكايه الصودا بتاعتهم يا جماعه، في ايه؟ حتى المكسيك طلعت خايبه في الصودا. اجيبها تاني؟ ما اعتقدش ان انا هجيبها تاني. انا ما بحبش الحاجات الاطعمه الصناعيه والحاجات اللي زي كده هوت. طيب نخش بقى على مشروبات الفواكه. ده مشروب اسمه كرانبيري، هو دهوت نفس الشكل بتاعه ده، او نفس الشكل بتاعه دهوت. هو نوع من انواع عائله التوت، من نفس العائله كده، هما بيحبوه قوي هنا هوت، وهو انا بحبه يعني، انا جربته وطعمه حلو. ف ده عصير، ده مش دي مش صودا، ده كرانبيري. عدل الدنيا شويه. بيبقى فيه نوع من الحلاوه الطبيعيه والمزازه كده هوت اللي بتكسر حده السكر، فطعمه جميل. ايوه الصودا بتاعتهم هنا هو ما تتشربش، لكن العصير ده حلو جدا. انا ما اعتقدش ان احنا عندنا الكرانبيري ده هوت في مصر، ما اعرفش في الدول العربيه ايه الاخبار، بس انا ما عمري عن نفسي ما شفته في مصر خالص. طيب وندخل على اللي بعده. ده عصير ايه بقى؟ ايوه عصير بنجر. كان دايما يقولوا لنا البنجر مفيد وبيقوي الدم، اللي عنده انيميا يشرب عصير البنجر. ف يا الله ريحه البنجر. انا بحب اكل السلطه بتاعه البنجر، لكن في حياتي ما شربتش عصير بنجر، بالرغم ان هو مش حاجه غريبه، لكن انا ما شفتهوش يعني، ما شفتهوش ابدا قبل كده. لونه صعب، هو لونه حلو. بحب الاحمر، لكن انا مش متحمسه. بسم الله. لا لا اموهش، اموهش قوي. ليه؟ لا 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 لا، ما حدش يشربه يا جماعه. اللي عايز يشرب عصير بنجر يخلطه مع اي حاجه تانية، يخلطه مع اي عصير تاني، علشان خاطر البنجر قوي قوي جدا. لا يخفوا طيب بصودا، يعملوا اي حاجه، لكن يشربوا كده لا 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 لا. يا الله صعب. رحت جبت ازازه الميه بتاعتي عشان خاطر افصل. بصوا الكيوته، بصوا الجمال. انا بموت في كتير.
افصل شويه. يا لهوي طعمه لسه في بقي. طيب ده بقى جوافه حمراء. احنا عارفين الجوافه البيضه بتاعتنا اللي هي بتبقى صفرة من بره كده اهو، مصفرة وحلوه كده وناعمه، ومن جوه بتبقى بيضه. دي جوافه حمراء. هي مش اول مره انا اجربها، هي حلوه. ده لونها، ده لونها بيبقى لونها يعني محمر يعني على روز شويه كده، وطعمها هي طعمها حلو قوي. انا عن نفسي بحبها. هي مضروبه فيها شويه ليمون مع الميه وسكر بس، فهي طعمها حلو. هي مش غريبه عليا، بس فكره الجوافه الحمراء ديت يعني احنا ما نعرفهاش عندنا. وده بقى جريب فروت احمر برضو. انا مش عارفه هما بيحبوا الاحمر، هو تقريبا عشان العالم بتاعهم احمر، فهم بيحبوا كل حاجه تبقى، بيحبوا اللون الاحمر قوي يعني. فده جريب فروت احمر. عمركم شفتوا جريب فروت احمر؟ انا ما شفتش. انا كبيره شفت البرتقال الاحمر، وده كان بيبقى نادر قوي يعني. كنا بنقول في مصر بنقول لك البرتقال بدمه. فالجريب فروت ده طعمه جريب فروت. هما هنا مش حاطين له سكر خالص، بس هو طعم الجريب فروت يعني مش طعم حاجه غريبه، هي بس مجرد اللون مختلف شويه. هنشوف ايه بعد كده هوت. سبايسي باينابل، يعني اناناس بسبايسي حراق. يعني هي اناناس، فكره الاناناس كمشروب او كصودا مش غريبه، لكن سبايسي نفتحه ونشوف. طيب نجرب. يعني لون الاناناس طبيعي على السبايسي. سبايسي. السبايسي دخل في مناخيري ولا ايه؟ يا لهوي. طيب انتوا مش متخيلين كميه الحاجات اللي حواليا صراحه. نجرب. ايوه هو بيحرق في الزقور. مش ممكن يكون دوت منتج كندي، ده اكيد مستوردينه. ميد ان ايه؟ فابريكي اون كندا؟ مش ممكن. يا لهوي، ده انا مناخيري ساحت وبتاع. لا سبايسي. انتوا متخيلين ان انتوا تشربوا مشروب سبايسي؟ يعني تيجوا تشربوا الحاجه تطلع سبايسي بيحرق في الزور من الحته دي. الحته دي حرقان. لا انا واحده عامه مش فرفوره في السبايسي. لكن ده لا حرق بطريقه مش طبيعيه، شنيع. طيب ندخل بقى على ده. عصير ليموناتا زي ما احنا بنقولها في مصر، لكن روز. ليه روز؟ انا ما جربتوش قبل كده اهو بصراحه، فهجربه معاكم لاول مره. بسم الله الرحمن الرحيم وندوق. ليموناتا، عصير ليمون.
بس فيها طعم توت فواز. هي عبارة عن ايه؟ ليمون وجريب فروت، بس انا مش عارفة هو احمر ليه. يمكن من الجريب فروت، مش عارفة صراحة يعني. بس هو كمنتج قلت ايه، هو مش حاجة غريبة، بس هو مش حاجة غريبة، لكن اللون هو الغريب بالنسبة لي. ندخل بقى على ده، صودا بالجنزبيل. هما هنا بيحبوا الجنزبيل قوي، مش فاهمة ليه. صودا بالجنزبيل، ايوه، ليه في صودا بالجنزبيل؟ هو مفيش ريحة قوية، هو مش قوي قوي الجنزبيل. الصودا بتاعت ديت احسن شوية من الصغيرين. هو مش وحش يعني، هو خفيف كده منعش يعني، عامل زي الليمون كده، كأنكم بتشربوا ليمون، حاجة زي كده، لكن مش في بيحرق السيكة كده. عارفين الحرقان بتاع الجنزبيل؟ حاجة زي كده هو، بس مش اللي هو المزعج يعني، فممكن يتشرب عادي مفيش مشاكل. نخش بقى على الحاجات الكبيرة. هو طيب، ده صودا بالصنوبر. عارفين الصنوبر اللي هو ده نبات اللي هي الشجرة بتاعت الصنوبر، مش الصنيبر، الصنوبر ده. عاملين صودا بالطعم بتاعه اللي هو مش فاهمة ليه، لماذا يا هذا؟ طيب هنجرب. الله، طيب بصحتكم. ريحته غريبة، أكيد ريحته غريبة يعني أيوة، أنا الريحة ديت بشمها في الشموع اللي بيعملوها. ليه أنا أشربه؟ ليه؟ أو ليه هما يشربوا؟ ليه في حد في الدنيا ممكن يشربه يعني؟ هو لونه كده مبيض يعني، مش شفاف، مبيض شوية. حاسة إن أنا بشرب كولونيا يعني. الريحة بتاعته مخلياني مش مقتنعة إن هو ممكن يبقى عصير أو حاجة تتشرب يعني. وندخل على اللي بعده، ده جنزبيل حراق. معرفش اجيبها لكم بالانجليزي. جنزبيل سبايسي. يعني ده تقريبا حاجة جامايكا، من جامايكا أو ستايل جامايكا يعني. فأكيد هيبقى سبايسي. يا الله، ونجرب. أنا بحط كتير ليه؟ طيب نشوف الجنزبيل. هي زي بتاع الأناناس، بس ده يعني حرقانه أخف شوية من بتاع الأناناس. ليه أنا أشرب صودا حراقة؟ ليه؟
ليه اشرب صودا حراقه؟ مش فاهمه يعني هي الناس ديت يعني مزاج غريب قوي في الشرب. ده نفسي بحاجه شويه يمكن يكون ارحم، عصير، عشان انا تعبت من الحراق يا لهوي. ده عصير برقوق، هو برقوق مش حاجه غريبه، لكن كعصير انا ما شفتش عصير برقوق في حياتي، يعني ما شفتش حد عصر البرقوق قبل كده. احنا بناكل البرقوق عادي، بناكله القراصية لما بتتجفف، البرقوق لما بيتجفف، لكن عصير ما شفتش صراحة. حلوة. بسم الله. القراصية بالظبط، عارفين القراصية لما بتنقعوها وتشربوا المية بتاعتها نفس الطعم بالظبط، فحلو. ندخل على آخر حاجتين. سبانخ وكيل وتفاح. سبانخ، ليه سبانخ؟ ليه في ناس تشرب ده؟ هما هنا هو اللي سمعته والله اعلم ان هما هنا هو مش بيحبوا طعمه لكن بيشربوه علشان خاطر ديت ده شيء صحي. هنجرب، مش هكتر اكيد، وانا تعبت. عصير سبانخ، هو لونه لون التفاح. سبانخ، طعم السبانخ غالب جدا، يمكن التفاح مديله سنة حلاوة، لكن انا لو غمضت عينيا هحس ان انا بشرب عصير سبانخ بالسكر. استغفر الله العظيم يا رب. طيب وده ايه بقى؟ ده عبارة عن ايه؟ ده مجموعة خضروات، تفاح، خيار، كرفس، كيوي، كيل برضو، فلفل اخضر، ليمون، واناناس. طيب استغفر الله العظيم يا رب، على رأي اخواتنا السعوديين الله يعز النعمة، لكن ده ما يتشربش يا جماعة. يعني هو تعذيب، هو انتوا لو عايزين تشربوه لازم تقنعوا نفسكم ان انتوا بتشربوا حاجة صحية هتبقى مفيدة لصحتكم، ولو ان انا عن نفسي ما اقتنعش ان ده ممكن يبقى حاجه مفيده للصحه. حاجه مفيده للصحه هجيب الخضار ده هو احطه في الخلاط اضربه مع بعضيه واسد مناخيري واشربه وخلاص. لكن العصير اللي بيبقى متفلتر ومتشال منه كل البتاع ومحطوط له سكر ومحطوط له مش عارف ايه والكلام ده كله، ما تقنعنيش ان انا ممكن اشربه علشان خاطر هو حاجه صحيه. طيب ديت كانت حاجاتنا للنهارده. انا هعمل جزء تاني علشان خاطر الالبان والحاجات اللي زي كده، ان الجزء بتاع الالبان والحاجات اللي هي الكريميه والحاجات اللي زي ديت في حاجات غريبه برضو كتير قوي يعني. واشوفكم في الجزء التاني، استنوني الجزء التاني. لو كنتوا استمتعتوا معايا ولو حتى لدقايق بسيطه، اتمنى ان انتوا بقى تعملوا لي لايك وشير واشتراك وتفعلوا الجرس علشان خاطر اديني بقى ايه بحاول ان انا اعمل كل اللي اقدر عليه علشان خاطر ان انا اوريكم كل حاجه جديده وغريبه موجوده هنا اهو. واشوفكم في الفيديو اللي جاي. استنوني في الجزء الثاني. مع السلامه.